ما قدرش يمسك نفسه على المسرح، اتعصب ومعرفش يتحكم في تصرفاته، ساب الفرح ومشي، والكلام على انه ما قدرش انه في فرح بنت صاحب عمره، الكلام على خناقه محمد رمضان وحكيم زي ما الجمهور ما اطلق عليها في حفل زفاف فرح بنت مصطفى كامل. لكن يا ترى ايه اللي حصل؟ وهل محمد رمضان استفز حكيم عشان يتعصب بالشكل ده وما يكملش غنى؟ وايه رد نمبر 1 لما حكيم قلب الليله وساب الفرح ومشي؟ الكواليس كلها في الفيديو ده وحكايه جديده من حكاوينا. رايحين الفرح يهنوا مصطفى كامل ولا يمسكوا ببعض ويقلبوها خناقه؟ محمد رمضان وحكيم قلبوا الفرح وبقوا البانه في بق الجمهور. حكيم كان متسلطن على المسرح والجمهور بيغني معاه وبنت مصطفى كامل وعريسها مبسوطين على الاخر، وفجاه الدنيا اتقلبت. اول ما وصل محمد رمضان الفرح حكيم حس ان الجمهور مهتم بيه اكتر منه وبدا يتوتر، ولحد هنا الدنيا كانت ماشيه تمام. جه مصطفى كامل طلب من محمد رمضان انه يطلع على المسرح وحكيم بيغني، والعادي ان في المواقف دي حكيم يحيي محمد رمضان لكنه تجاهله نهائي. هنا محمد رمضان اتغاظ ورد له التجاهل ده انه شعل المسرح رأس مع الجمهور اللي اتلم عليه وملى المسرح لدرجه انهم رجعوا حكيم في اخر المسرح وبداوا يدوروا عليه. حكيم اول ما لقى نفسه بره المسرح والجمهور مندمج مع رمضان زق واحد من اللي حاضرين وكان باين عليه العصبيه وغنى 4 دقايق وساب المسرح والفرح ومشي. وكل الكلام ده ما جبناهوش من عندنا، ده على عهده الصحفي خالد شاهين اللي كشف كل الكواليس دي. انا في الساحه واقف لوحدي، انا جمهوري واقف في ظهري. نمبر 1 ما كدبش خبر، واول ما شاف حكيم بيتخانق مع واحد من الجمهور ومتعصب سحب البساط وهات يا غنى وغنى نمبر 1 عشان يغيظه ويعرفوا ان الجمهور بيحبه هو اكتر ومتجمع علشانه ومتفاعل معاه. الغريب بقى ان في فرح بنت مصطفى كامل هو انه كان مليان جردات وعددهم يجي اكتر من 200 واحد، ودي حاجه ما شفناهاش قبل كده في الافراح. ده غير ان مطربين المهرجانات الشعبيه ما شفناش منهم حد غير حمو بيكا. كمان حضر في الفرح ناديه مصطفى والفنانه بشرى والفنان احمد حلمي والفنان اشرف عبد الباقي وكمان صبري فواز ونجوم كتير جدا سواء ممثلين او مطربين زي محمد منير وتامر حسني وبوسي وغيرهم كتير. العروسه فرح بنت مصطفى كامل كانت لابسه فستان ولا في الخيال، ولوكي بمعنى الكلمه، سق طويل مكشوف عند منطقه الصدر، اكمامه شفافه ومطرزه بالخرز السيلفر وليه ديل طويل جدا. كمان كانت سايبه شعرها مفرود على ظهرها ولابسه تاج طويل وعليه نفس تطريزه الفستان. مكياج العروسه كان ناعم عشان يبين جمالها، والعريس كان قمر زيها ولابس بليزر وقميص ابيض وبيبيون وبنطلون اسود، والصراحه هما الاثنين مفيش في جمالهم. دي مش الخناقه الاولى لمحمد رمضان، ده معروف عنه ان بيعمل مشاكل في الافراح كل ما يظهر ولازم يسيب بصمه، وليه خناقه شهيره ومعروفه مع باسم سمره لما باسم نكشه وزقه في كتفه وسط الفرح، ورمضان وقتها كان هيقع على وشه وباسم ما اعتذرلوش وكانه كان قاصد. بس لما باسم اتسال عن الواقع قال ما كانش قاصد، ده كان في تدافع من الناس بس محدش عارف الحقيقه فين. فهل فعلا كان قاصد زي ما كلنا شفنا ولا مجرد تدافع زي ما قال؟ تفتكروا محمد رمضان وحكيم لو اتجمعوا في فرح تاني هيحصل بينهم خلاف ولا لا؟